سمعت قبل كده عن إنسان ممكن يدمر نفسه ويبيع الحق بإيده بس عشان هواه؟ حاجة محزنة جدا لما تلاقي حد بيتكلم باسم الدين وفجأة تلاقيه بينحرف لمجرد أهواء شخصية. أنا ترددت كتير أتكلم في الموضوع بس قلت لازم نطلع بحاجة مفيدة من اللي بيحصل، مش مجرد هجوم على شخص وخلاص ولكنها عبرة. اللي متابع أكيد شاف الكلام اللي بيتقال على المنشد مشاري روشن، ولما جيت شفت الفيديوهات اللي نشرها حسيت إنه في لحظة ضميره فات وقرر يهاجم ناس هي في الأصل بتدافع عن نفسها ضد اليهود وغير المسلمين. وللأسف كان نايم وقت ما كان اليهود بيهاجموا إخواتنا في غزة وكانوا محتاجين كلمة واحدة بس تنصرهم، وللأسف ما لقوش. فطبيعي جدا نشوف كم التعليقات والهجوم عليه لأنه انحرف عن المسار اللي المفروض يمشي فيه وما قالش كلمة حق. اللي اتعلمته وأكيد اللي أنت اتعلمته كمان من الدرس ده إن مهما كانت المغريات الدنيوية والمكاسب اللي ممكن تحققها أو الضغوط، اوعى تنحرف عن دينك أو تزيف الحقيقة، ولو مش عارف يبقى الافضل تسكت. وده اللي حسنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاوعى تتذاكى لان مهما اتذاكيت هيجي في النهايه وهتقع، لان ربنا عالم باللي في قلوبنا. فسبحان المعز المذل. وكالعاده شير للفيديو وتم في الكومنت. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.